وحياتك ضربة الشوط على الجلد سهلة، اكو احيانا ضربة على الروح، يضرب على روحه. نبه لي، هاي ضربة الروح علمها يظل باقي ما يروح. ضربة الجسد تنسى، لكن ضربة الروح يبقى ألمها باقي، يبقى باقي. ولذلك الإمام سلام الله عليه يقول: كم من كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. ليش؟ لأن الكلمة تحمل معنى، والمعنى اللي تحمل الكلمة الدنيا كلها تروح ويبقى معنى الكلمة ما يموت، لأن مجرد هذا من المجردات، المجردات ما تموت. تتصور اكو كلمات ذبوها بالتاريخ وراحت، زين راحوا هم، لكن ظلت الكلمات من بعدهم، بقيت الكلمة اللي ذبوها بالتاريخ بقيت الى الان. اكو عندنا في التاريخ كلمات تلقى التاريخ يدور حول، يعني الشعلة متوهجة، تلقى البلاء مستمر من اجل تلك الكلمة. ليش؟ لان هي ضربة روح بها، هذه ضربة الروح، هذه بيدها ضربة روح. يعني أرجوك لما عمرو بن العاص يقول عن الإمام علي فيه دعابة ذبها للحكاية وراح، ظلك التاريخ يعلج بيها إلى الآن. كل واحد يجي ولا زمل الحكاية فيه دعابة، كأنه تقول وحي هذا منزل من السماء. تصور هذا نوع من الألم يألم الروح، يألم الحقيقة، يألم الواقع، فنوع من الظلم هذا.